السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. نعمل ريفيجن كده على اليونت اللي فاتت عشان ما ننساش الكيميكال رياكشن، وبعدين نخش كده داخله ان شاء الله تعالى على الالكتريستي. في البداية بحب افكرك في الليسون الاولاني ان انا كان عندي مجموعة معادلات، فبيقول لي in the following reaction lose and gaining electrons occurs. في هنا lose وفي gain electrons حصل، حد بيعمل لوز وحد بيعمل جين. تعال نحول الايكويشن من وورد سيمبلز ونشوف مين عمل لوز ومين عمل جين ومين اوكسايدايزنج ايجنت ومين ريديوسنج ايجنت، عشان الموضوع ده كان تعب بعض الطلبه. المغنيسيوم Mg بلس كبر سلفيت CuSO4، هطلع بره مغنيسيوم سلفيت، طبعا ده سمبل سبستيوشن، يعني هبقى MgSO4 بلس الCu برسبيتيت. مش ده الموضوع، نمشي بقى مع الكلام واحده واحده. write the equation، كتبت الايكويشن. mention the type of the reaction، كتبت ان النوع بتاع الرياكشن كان simple substitution لان المغنيسيوم more active than الكبر. مين بقى الاوكسيدايزنج ايجنت؟ كنا بنقول نعمل كده يا دكتور، ده عباره عن زيرو وطلع بره بوزيتيف، طبعا هو طلع بره بوزيتيف 2، والCu كان هنا بوزيتيف 2 وطلع بره ايليمنت 0. الSO4 نيجاتيف 2 والSO4 نيجاتيف 2 ما حصلهاش حاجه، يا ريت نركز في اللي هقوله. الMg عمل لوزنج للالكترون لانه كان زيرو يا مستر والبوزيتيف ساين زادت، يبقى الMg حصل له عمليه اوكسيديشن، يبقى الMg هو الريديوسنج ايجنت. يبقى الريديوسنج ايجنت بتاع حضرتك المغنيسيوم اتوم. اسمع اللي بقول لك عليه. الSO4 كانت نيجاتيف 2 والSO4 كانت نيجاتيف 2، ما حصلهاش اي حاجه، خرجها بره الموضوع. الكبر كان بوزيتيف 2 طلع بره على هيئه زيرو، يعني البوزيتيف ساين قلت. طالما البوزيتيف ساين هتقل يبقى انا بيحصل لي عمليه ريدكشن، يبقى انا الاوكسيدايزنج ايجنت. ايوه انا اللي هو مين؟ انا اللي هو الكبر ايون، ولا تكتب كبر، تكتب كبر ايون، لا تكتب كبر. ادي اول سؤال وانا عملت جيف ريزون. رقم 15 بيقول لي find الانسيوتابل وورد، في كلمه مختلفه عن بقيه الكلمات. معايا في نمبر A صوديوم وليد وكبر والومنيوم. انا شايف ان الصوديوم والليد والالومنيوم هما الثلاثه كانوا شخصيات هاير في الاكتيفيتي من الهيدروجين، اما الكبر ليس، عشان ما نضيعش وقت. اول حاجه سهله. عندي 4 جمل. الجمله الاولانيه بيقول لي كيميكال بروسيس ان ويتش الهيدروجين بيرسنت، لو الهيدروجين زادت قلت له ده كده يعتبر ريدكشن. كيميكال بروسيس ان ويتش ذا اتوم لوز، ده كده يعتبر اوكسيديشن. كيميكال بروسيس ان ويتش الاكسجين بيرسنت ديكريز، يبقى ده كده يعتبر ريدكشن. بروسيس اوف كونفرتنج الهوت كبر اوكسيد، الهوت كبر اوكسيد اللي هو CuO لما تحول الى كبر يعني خسر اكسجين، يعني حصل له عمليه ريدكشن. يبقى انا الجمله الرابعه ريدكشن والجمله الثالثه ريدكشن والجمله الاولى ريدكشن، يبقى الاجابه هي الجمله الثانيه لان هي الوحيده اللي اوكسيديشن. طلعنا بيقول لي study the following figures and answer the question. معايا رسمه وعايزني اجاوب على بعض الكلمات. ده من التيوب A والتيوب B، ومتهيألي ان التيوبين بيتعمل فيهم burning heating thermal decomposition. ريفيجن كده سريع. الريد ميركوري ده كان لونه ريد، والصوديوم نيتريت ده كان لونه ابيض. قلت له تمام. هو بيقول لي what is the color of the substance tube A and B قبل وبعد. قلت له قبل ده كان لونه ريد وتحول الى سيلفري، ده كان لونه وايت وتحول الى يلوش وايت. اسم الجاز اللي هيطلع، قلت له الغاز اللي هيطلع هنا هيبقى الاكسجين.
والغاز برضو اللي هيطلع هنا هو الاكسجين، وبعمل له ديتكت بالبيرنينج ماتش. البيرنينج ماتش انكريز، قلنا الالوان وقلنا الديتكت. نزلت على اللي بعديها، برضو انا شايف في ثيرمالي في هيت، فهو بيقول لي وات از ذا تايب اوف ذا رياكشن. قلت له الرياكشن بتاع الثيرمال ديكومبوزيشن. وات از ذا سبستانس وات واز بريزنت، ايه الماده اللي جوه في ضوء دراستنا احنا. قلت له الماده اللي اتفككت بالنار وتحولت وانتج منها كربون دايوكسيد كانت الكبر كربونيت. انا مذاكر كان لونها جرين، برافو. عايز اكتب الايكويشن، قلت له عادي جدا. سي يو سي او 3 بالهيت هيطلع سي يو سي يو او بلس سي او 2. ده كان جرين وتحول لبلاك. عايز اعمل ديتكت للغاز، قلت له الكربون دايوكسيد بيختبر باللايم ووتر تربيديتي. قول باللايم ووتر وحصل ايه، مش تقول باللايم ووتر وتسكت. اخر بارتيشن في البيج بيقول لي مين الجمله اللي صح ومين الجمله الغلط، وحاجه جت في امتحانات يعني مش تستاهل في الموضوع. دي جزء من الكيميكال اكتيفيتي سيريس. فبيسالني هو الاليمنت ايه اكتف عن الاليمنت بي. قلت له اه الايه اهوت والبي اهوت. اه الايه اكتف فعلا. الاليمنت سي كان ريبليس الهيدروجين. الاليمنت سي تحت خالص، لا مش ينفع مستر، مش هينفع ياخد مكان الهيدروجين لانه اقل منه في الكيميكال اكتيفيتي. الاليمنت ايه يعرف ياخد مكان السي. قلت له اه الاليمنت ايه اهوت يعرف يطرد السي فعلا لان هو اعلى منه في الاكتيفيتي. الهيدروجين هل الهيدروجين اكتف عن البي؟ قلت له لا طبعا. الاليمنت بي موجود فوق اهو قدام حضرتك، يقدر يطرد الاتش. قلت له اه يقدر يطرد الاتش مفيش مشاكل. الاليمنت دي ده غلبان يا مستر ما يطردش حد. الاليمنت سي برضو من الغلابه اللي تحت ما يقدرش يتعامل مع البي. فلما تكون ده منك الكيميكال اكتيفيتي سيريس متهيألي مفيش اسهل من كده. نبص كده على كام سؤال دولت. بيقول لي نمبر 1، بيقول لي الومنيوم ليتس. الالومنيوم بيتاخر. ليتس اللي احنا مذاكرينها في الكتاب بتاعنا ديلي، اهي كلمات. الالومنيوم بيتاخر في الرياكشن with hydrochloric acid. قلت له اه due to the presence of aluminium oxide اللي هي كان السيمبلز بتاعها Al2O3. تمام. اون هيتنج مين هنطلع اكسجين. قلت له انا جاي اذاكر مش جاي احل امتحان. ده لما بيتسخن بيطلع ووتر فيبور مش انت. انا بطلع SO3، انا بطلع CO2. انا لما بتفك كمستر بطلع ميركوري واكسجين. انا الاجابه اللي كان لون ريد. قلت له تمام. وين ماجنيزيوم replaces الكبر in a salt solution نقط برسبيتيت. لما المغنيسيوم بيطرد الكبر، لما المغنيسيوم بيطرد الكبر والكبر يطلع بره، قال لي الكبر بيطلع بره على هيئه لونه ريد. قلت له تمام. رقم 4، الصوديوم يعرف يعمل ريبليس لكل الاجابات. قلت له ما عدا العمده الكبير بتاعهم لان البوتاسيوم كان الطب اللي موجود فوق. كروس اوت ذا اود وورد، ما تتخضش من اول جمله هي بس مكتوبه زياده شويه لان انا لسه هدرس في الجزء الجديد في اليونت بتاعت الالكتريستي. انا عندي اليمنتات يقال عليها راديو اكتيف اليمنت. الراديوم من الراديو اكتيف واليورانيوم من الراديو اكتيف والسيزيوم من الراديو اكتيف. اما الكالسيوم ده اليمنت نورمالي طبيعي. جايه الجمله ما تقلقش قدام. انما الاود وورد هنا انا شايف ان انا هطلع الجولد لان البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم شخصيات اكتيف اعلى من الهيدروجين. نبص على الترو فولس. سم ميتال هيدروكسيد قلت له اه اللي هي الاو اتش يعني بيتفككوا بالهيت انتو ميتال اوكسيد لحد كده الجمله تمام. اند اوكسجين قلت له لا مش اند اوكسجين ده اند ووتر فيبور. during the reaction اثناء التفاعلات التركيز بتاع الرياكتنتس بيقل. قلت له اه اند البرودكت بيزيد. اه اثناء التفاعل الرياكتنت بيقل والبرودكت بيزيد. the reaction of ionic compound بيكون ابطا. قلت له لا 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 جمله غلط.
الايونيك هم اللي اسرع. ليه يا مستر فكرني؟ لان الايونيك كانوا في الووتر ديسوشيتد انتو ايونز، بوزيتيف ونيجاتيف، بوزيتيف ونيجاتيف، واعمل دبل اكستشينج. نيتروجين بنتاكسايد فكرني N2O5 ناس بتنساه، بيتفك كمستر الى NO2 و O2، بيتفكك لنيتروجين دايوكسيد اند اكسجين جاز. وهعمل بالانس، انا فاكر البالانس. عملنا كوريكت وكتبت لك المعادله فكرتك بيها. اتفضل اكسبلين باي ايكويشنز، عايزك تشرح لي بالايكويشنز الاكسيديشن بس وريدكشن بس. قلت له حاضر. احنا كان معانا 2 ان ايه، الواحده منهم بتلوز 1 الكترونز، بس احنا 2، فانا هخسر 2 وهتحول ل ان ايه بوزيتيف. انا كده اوكسيديشن يا مستر. ال2 الكترونز دول بقى يا مستر الكلوراين بياخدهم ويتحول لايون نيجاتيف. انا كده يا مستر عملت ريدكشن. complete the following نقط جاز. مين الغاز اللي بيعمل تربت؟ قلت له سهله، كربون دايوكسيد. مين الغاز اللي هيزود الجلو؟ قلت له الاكسجين. the rate of decomposition of الهيدروجين بروكسيد ده كان موجود في جزء الكاتاليست. increase by adding نقط or a piece of نقط. قلت له لو MnO2 اللي هو المنجنيز دايوكسيد او بيس اوف سويت بوتيتو، مهمه بتاعت الكاتاليست، عمليه بيحصل فيها زياده في الاكسجين برسنتيت. قلت له اوكسيديشن. اديني براجع معاك. كان في رياكشن اسمه بين الاسيد وبين الالكلاي، قلت له ده كان اسمه نيوتراليزيشن. خد بالك يا مستر انت قلت لي في فرق بين الاسم وبين النوع. كان الاسم نيوتراليزيشن، اما النوع دبل سبستيتيوشن. تمام. وات هابن؟ هستبدل قطعه الحديد بايرن فلينجس. قلت له لما استبدل واحط الايرن فلينجس انا كده عملت ايه يا مستر؟ انا كده عملت increasing للسيرفس اريا، ولما بزود السيرفس اريا the speed of the chemical reaction increase. فهو بيسالني بيقول لي ايه اللي هيحصل لما اشيل البيس اوف ايرن واحط بدلها ايرن فلينجس؟ اللي حصل ان انا زودت السيرفس اريا والسبيد اوف ذا chemical reaction increase. عايز كوريكت؟ بيقول لي كوريكت اندرلاين صوديوم ميتال react with water. قلت له تمام انا فاكر المعادله دي، حتى انت كنت بتقول لنا يا مستر ان الصوديوم ما تكتبش الميه H2O، بكتبها HOH. والله معادله مهمه جدا. فال Na بتطرد ال H ويطلع بره H2 وهيت، وال Na تخش تقعد مكانها بعد ما اتطردت. معلش بقى NaOH يعني كون صوديوم هيدروكسيد. لحد كده الجمله جميله. فعلا انا لما الصوديوم اتحط على الميه انا انتجت صوديوم هيدروكسيد. قلت له بس مش اكسجين بقى اهو and hydrogen gas، شيل دي وحط هيدروجين. some chemical reaction needs several months. قلت له زي الرياكشن بتاع الايرون راست. adding 2 جرام من الكاتاليست. الكاتاليست ما كانش بيتغير الماس، تحط 2 جرام بعد ما نخلص 2 جرام، تحط 2 جرام بعد ما نخلص 2 جرام، مفيش اي حاجه بتحصل. on adding 2 جرام of catalyst on chemical reaction at the end of the reaction at the end of the reaction it become 1 جرام. لا هي الخط طبعا تحت دي كلها كده انا هدني زي ما انا 2 جرام لان الكاتاليست doesn't change. most metal sulfate decomposed by heat into، طبعا مش ميتال، ده هيبقى ميتال اوكسايد and sulfur trioxide. show by equation. عايز معادلتين. المعادله الاولى
عايزني العب ديليوتد هيدروكلوريك اسيد مع الصوديوم كربونات. طبعا الصوديوم كربونات Na2CO3 بالراحه على مهلنا، والهيدروكلوريك اسيد اللي هو HCl. يا رب بوزيتيف ونيجاتيف، دي دبل اكستشينج دبل سبستيوشن، بوزيتيف ونيجاتيف، لان ايه بتاخد الCl، Na مع الCl. بص في الجنب اهو بالراحه بفكرك، الاثنين مونوفيلنت فهيطلعوا بره NaCl. هنعمل بالانس في الاخر يا دكتور. الاتش بتروح تقعد مع الCO3، قلت له الاتش لما تقعد مع الCO3 انا ضاي وهي مونو، فالمفروض كنا احنا نكتب H2CO3. قلت له لا مفيش المفروض، احنا ما بنكتبش على بعض كده يا دكتور، احنا بنكتب على هيئه ووتر وكربون دايوكسيد جاز عامل ايفولفنج، وهنا في 2 عشان البالانس وهنا في 2 وبس. ادنج سيلفر نيتريت سولت اسمه سيلفر نيتريت. ومهمه المعادله دي، قلت له مهمه في ايه؟ قال لي كان قايل سطر كده ان الرياكشن بتوين تو سولت سوليوشن accompany by formation precipitate صوديوم كلورايد. برضو ادي بوزيتيف وادي نيجاتيف وادي بوزيتيف وادي نيجاتيف، هطلع بره NaNO3 بلس ادي AgCl اللي هو الوايت بريسبيتيت. والمعادله ما فيهاش ايكويشن ولا فيها بالانس ولا فيها اي حاجه خالص. في بعض التقييمات بيبقى فيها اسئله برضو كويسه، ما اعرفش انتوا بتبصوا عليها ولا لا. هنا مثلا تهيألي الموضوع ان شاء الله تعالى سهل، ما ياخدش مننا وقت. رياكشن اوف فاير وورك، قلت له الرياكشن بتاع الرياكشن اوف فاير وورك، قال لي ده كان فيري فاست. الكيميكال فورمولا اوف نيتروجين بنتوكسيد، قلت له N2O5. السؤال اللي قدام منك التقييمات، برضه خد فكره ما تقولش انها سهله. حلوه الجمله دي وكتير مش بياخد باله منها والله. اليونت اوف ميجرمنت، اليونت اللي بقيس بيها الكونسنتريشن، كنا قلناها موجوده عندك في ظهر الكتاب كده في الديل من تحت، مول بير لتر. دي ميجرنج يونت بيحسبوا بيها التركيز. The following statement بيقول لي the change of the concentration، طبعا ده الديفاين بتاع الريت of chemical reaction. رقم 2 the speed of the chemical reaction is measured practically by appearance، ظهور، قلت له ظهور برودكت عكس اللي انت مذاكره، واختفاء، قلت له اختفاء اكيد اختفاء رياكتنت. خد ودي مع الجمله، ايه اللي بيظهر وايه اللي بيتكون، ايه اللي بيظهر وايه اللي بيختفي، مين الاول جاب مين قبل مين. الرياكشن بتاع الصوديوم بس وهي باودر، قلت له اكيد هيكون فاستر from the reaction of sodium chloride وهو كيوب surface area يعني قصدك. مديني question 3 بيقول لي in the opposite reaction what happened when piece of iron replaces، انا معايا قطعه حديد هبدلها بايرن فيلينجس. قلت له لما اشيل قطعه الحديد دي واحط بدلها ايرن فيلينجس، اللي happen the speed of the chemical reaction increase. طب give reason due to increasing surface area. هو بيقول لي the factor affecting على speed of the chemical reaction when using الايرن فيلينجس، ايه اسم الفاكتور؟ قلت له الفاكتور اسمه surface area. ممكن تكتب الايكويشن، قلت له عادي مفيش مشاكل، ادي الحديد وهلعب مع ال HCl اللي هيبطل يحل على الكيميكال رياكشن هينسى. الحديد مور اكتف، اطلع بره، قلت له حاضر. H2 ايفولف، الاف اي ثالثه اعدادي قال لي كانت داي اف اي Cl2. خلصت. question 4 مديني رسمه opposite figure show decomposition of sulfur trioxide. قلت له تمام، ادي ال SO3 نرفع بقى كده شويه، اتفكك ل SO2 اكسجين. متهيألي ان اللي نازل ده هيبقى الرياكتنت، يعني ده رقم 1، وانا الكبير ومعلم الطلبه بتاعوتي يبقى انا رقم 3، وانا الاقل شويه يبقى انا رقم 2. طلباتك
افتر ذا رياكشن، في انتهاء الرياكشن، في النهايه يعني الاس او 3 ده رياكتنت، قلت له خلاص بقى بزيرو. ستيت من الجراف مين رقم واحد، مين رقم اتنين، مين رقم تلاته، قلنا مين رقم واحد، مين رقم اتنين، مين رقم تلاته. بيعيد الكلام تاني في التقييم التاني برضو في نفس الاسبوع الرابع. بيقول لك the reaction of oil، الرياكشن بتاع الزيت، الرياكشن بتاع الزيت مع الكاستيك صودا اللي كنا بنجيب بيه الصوب. ركز بالله عليك في كل الكلمات. الرياكشن ده كان بيتقال عليه ان هو relatively slow at the beginning، في البدايه. الكيميكال رياكشن the concentration of the reactant، تركيز الرياكتنتس في البدايه ب 100. رقم 3 the time required to complete، الوقت اللي هكمل بيه الرياكشن بتاع الايونيك بيكون الوقت اللي هنفذ فيه رياكشن بالايونيك هيكون اقل عشان هي اسرع، اقل من الوقت اللي required to complete the reaction of covalent. ما هو الايونيك هيبقى سريع، سريع ده يعني هياخد وقت قليل. الجمله قدامك خد ودي معاها. ده تشوز يبقى ليس ذان، والله بحلها كومبليت. كومبليت بقى during the chemical reaction، صيام بقى. during the chemical reaction the concentration، الكونسنتريشن بتاع مين بيقل؟ قلت له concentration الرياكتنت. while concentration ايه اللي هيزيد؟ قال لي concentration البرودكت. نيتروجين بنتوكسيد، النيتروجين بنتوكسيد بيتفكك للنيتروجين دايوكسيد، وادي البالانس. The factor affecting the rate of the chemical reaction، انا عندي الفاكتورز الناتشر of the reactants، nature of the reactants، عندي الكونسنتريشن، عندي التمبريتشر، عندي الكاتاليست. ionic compound exist in their solution in a form of، جوه السوليوشن دابو in a form of ions، انما الكوفالنت كومباوند exist جوه السوليوشن in a form of molecules. في جمل خد قدامها دقيقة. الايونيك جوه الكوباية dissociated، مفككين على هيئة ايونز، انما الكوفالنت جوه السوليوشن موجودين على هيئة مولكيولز مع بعض. give reason، الكيميكال رياكشن بتاع الايونيك سريع، قلت له ما انت لسه قايل because their compound dissociated into ions and the reaction occurs between the ions while the covalent doesn't dissociate into ions and the reaction occurs between the molecules. الرياكشن بتاع ال HCl مع الايرن فرينجس اسرع because by increasing the surface area the speed of the chemical reaction increase. الرياكشن بتاع الصوديوم كلورايد with hydrochloric acid is considered fast reaction because هو مبدئيا بس عشان خاطر ده كتاب وزاره بقى NaCl و HCl، هو مبدئيا مفيش رياكشن هيحصل اصلا. ده التقييم اللي موجود عندي في الكتاب، بس هو فكره السؤال ان انا هشتغل فاست لان انا هعمل dissociated، انما والله ما في رياكشن. بص ال NaCl وال HCl هو كاتب صوديوم كلورايد وهيدروكلوريك اسيد. دي الاسئله اللي بتاعت التقييمات، انا مش بقى مجهز انا هقول ايه، انا بفتحه قدام منك بشوفها لاول مره زي ما بوريها لك والله. reaction of silver nitrate عارفه؟ AgNO3 وصوديوم كلورايد، ده اللي كونه وايت برسبيتيت في ليسون 1. بس في ليسون 2 هو بيتكلم ان ده رياكشن بين ايونيك كومباوند وايونيك كومباوند، فالرياكشن بيكون سريع. The speed of the reaction of sodium chloride solution والسيلفر نيتريت solution فوق عيدها is measured by rate of appearance. طبعا هيظهر ايه يا مستر؟ قلت له بيظهر الوايت برسبيتيت، الوايت برسبيتيت من السيلفر كلورايد اللي هو الاي جي سي ال لو حد فاكر. ما هو انا عشان احسب سرعه الرياكشن لازم حاجه تختفي او حاجه تظهر.
from the factor affecting على السبيد، عايز الفاكتور، الكونسنتريشن ينفع، التمبريتشر ينفع، الناتشر تنفع، يبقى الاجابه all the above. الايرن راست considered طبعا very slow reaction، while the firework تعتبر very fast. at the end of the chemical reaction الكونسنتريشن بتاعت الرياكتنت is مفيش حاجه مكتوبه، هو عايز يتكلم على at the beginning while the percent of the concentration of the product، ولكن نسبه البرودكت في البدايه بتبقى بزيرو. at the end of the complete reaction the concentration of the reactant في النهايه انا هبقى بزيرو، والكونسنتريشن بتاعت البرودكت في النهايه هتبقى ب 100. نيتروجين بنتوكسيد decomposes into بعيد الكلام نيتروجين دايوكسيد and oxygen gas. The nature of the reactant depend on طبعا هي النقط دي الناحيه الثانيه، لان الناتشر معتمد على حاجتين، معتمد على السيرفاس اريا والكايند اوف بوند. surface area والkind of bond. What happen لما احط الصوديوم هيدروكسيد؟ حلو السؤال دوت. انا هجيب NaOH واحطه على CuSO4. مستر مش ده اللي كان لونه ازرق؟ قلت له سوليوشن بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف وابدل، فهيطلع بره Na2SO4 وهعمل بالانس عشان ما انساش وحد يزعل مني، وهيتبقى CuOH all by 2. ده البلو بس بلو برسبيتيت. فهو بيقول لي وات هابن، فانا هقول له مثلا دبل اكسشينج occurs between ions forming a blue precipitate of copper hydroxide. Replacing the iron flings with piece of iron has same mass when react. انا هستبدل الايرن فلينجز بالبيس، يعني معناها ان انا كنت شغال بالفلينجز هستبدلها بالبيسز. تقول يبقى رياكشن هيبقى سلو داون، يبقى السبيد اوف رياكشن ديكريز. بص انا استبدلت مين بمين؟ replacing الايرن فلينجز ببيس of iron has same mass when reacting with diluted hydrochloric acid. فمعناها ان انا كان معايا ايرن فلينجز وشلتها وحطيت البيس. increasing السيرفاس اريا، طبعا لما بزود السيرفاس اريا نفس المعنى، لما بزود السيرفاس اريا السبيد اوف ذا كيميكال رياكشن هتزيد. فراجمنتد انا هطحن الرياكتنتس. طالما هتطحن الرياكتنتس طب ما هو انت بتزود السيرفاس اريا، وطالما هزود السيرفاس اريا يبقى السبيد اوف ذا كيميكال رياكشن هتزيد. انا كده يا دكتور عملت معاك ريفيجن سريع كده على ليسن 1 وليسن 2. تعال نتكلم مع بعض شويه بقى على منهج حاجتنا الجديده تالتة اعدادي. تالتة اعدادي احنا داخلين نتكلم مع بعض الكتريستي، فاحنا هنشرح كلمتين وبعدين نرجع نقراهم. هي اليونت 3 دروس، تبان في الاول انها ضخمه كده، انما واحده واحده كده. من البدايه خالص الراجل بيقول لي انا اليونت اسمها الكتريستي. قال لي بس اكيد مش هنتكلم على الليسون الاولاني كله، على قدر الامكان. الالكتريستي قلت له انا الكلينست سورس، انا مصدر نظيف جدا مفيش مني اي بليوشن للانفايرمنت. كلنا محتاجين الالكتريك في الفاكتوريز، في الستريت، في الهوم، كل الماشينز عايزه الكتريك. جت ازاي يا مستر؟ قال لي الحدوته
حدوته ان انا عندي اتوم، فالاتوم دي مكونه من نيوكلاس وحوالين منها الكترونز. حدوته من اولها ان انا عندي اتوم الاستراكشر بتاعها نيوكلاس present in the center contain positive protons ونيوترال نيوترونز. عشان كده النيوكلاس على بعضها كانت واخده بوزيتيف تشارج revolving around it الالكترونز. تاني حته اولى اعدادي كده، الاتوم فيها نيوكلاس في السنتر وحوالين منها الالكترونز عندها ساين نيجاتيف والنيوكلاس عندها ساين بوزيتيف. يعني النيوكلاس عندها ساين بوزيتيف والالكترونز عندها ساين نيجاتيف، ففي بينهم حاجه اسمها اتراكشن، يعني تجاذب. قلت له تمام لان احنا ديفرنت في الساين. يلا بقى مثلا بخش على الكهربيه. قال لي ما هو الاليمنت نوعين، في منهم نوع ميتال وفي منهم نوع نون ميتال. انا حابب ادخلك معايا الموضوع حته حته. اشمعنى الالكتريك واير معموله منك انت مش معموله منك انت؟ اشمعنى؟ قال لي هقول لك. ده ميتال، الميتال عندها لارج سايز يعني حجمها كبير. النون ميتال عندها سمول سايز. الإيليمنت اسمع مني انا، يا ميتال يا نون ميتال. ايوه اشمعنى اخترت الميتال تعمل الكهرباء؟ مش اسمها اشمعنى، هو عنده كاركترز ووفرت له الامكانيات. ايه الكاركترز يا مستر؟ قال لي حجمه كبير. ايوه انا هعمل ايه بحجمه كبير؟ ما هو الحاجه لو حجمها كبير الاتراكشن اللي بين البوزيتيف والنيجاتيف بتكون شويه ويك. ما انا كبير. انما في النون ميتال حجم صغير في المكان ضيق، فالاتراكشن اللي بيننا وبين بعض قويه. فانا معايا ماتيريالز مصنوعه من الميتال وماتيريالز تانية مصنوعه من النون ميتال. فور اكزامبل بلاستيك، اي حاجه يا دكتور، اي حاجه سلفور، اي نون ميتال. واروح اجيب حته كبر، انا حجمي صغير وهي حجمها كبير، احنا بيننا وبين بعض ويك اتراكشن واحنا بيننا وبين بعض سترونج اتراكشن. انا هدي الاثنين اي ام اف، هدي الاثنين قوه دفعه. القوه الدافعه دي هتقدر تاثر في التجاذب الضعيف، وساعتها الالكترونز انا بوش دفعته from terminals لانذر terminals، وعمل فلو، عمل تحرر من بوينت لبوينت، من بولز لبولز. قدرت لما كونكتد الكبر واير بالسورس بتاع الكوبس الكهرباء generated electromotive force، قوة دفع بوش. قوة الدفع ديت قدرت تأثر على الميتال لأن الاتراكشن فورس اللي بين الالكترونز وبين البوزيتيف نيوكلاس أصلا ويك، فالالكترون أصلا مدلدل بيتلكك. أول ما خد البوش عمل فلو، أنا هنا الاي ام اف بتاعتي ما قدرتش بيها احرر الالكترون لان الاتراكشن بين اللي بينهم اصلا كانت قويه. ادي القصه الاولانيه. راجع بس الحته دي واقرا السطرين كويس كده، هتلاقيه بيقول لك ان اصلا الاتراكشن فورس اللي بيننا وبين بعض اصلا ضعيفه. طب ضعيفه ليه؟
لو عايز ترجع زمان في المودرن بيريودك تيبل، الشخصيات الميتال كان عندها لارج سايز، الحجم الكبير ده معناه ان النيوكلاس بعيده عن الالكترونز، فالتجاذب اللي بينهم اصلا ضعيف. يعني هم جاهزين عشان الالكترون يتحرر من عندهم باول كونكتد بس مع الالكتريك سورس. اول ما وصلتهم حصل اللي حصل، اول ما وصلتهم حصل اللي حصل، والالكترون فلو تحرر، تغلبت، فانيش الاتراكشن اللي كانت موجوده، وبقى عندي بقى اول تعريف الالكتريك كارنت. الالكتريك كارنت التيار الكهربي. قلت له قال لي فلو حركه مين يا متر؟ قلت له حركه الالكترونز. طب ينفع اغير الالكترونز؟ حركه الالكتريك نيجاتيف تشارج. السلك كان مرسوم قدام منك، بالله عليك ذاكر نيجاتيف، بالله عليك نيجاتيف، تحررت من البوينت دي وري عماله تعمل فلو، ماشيه 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 جوه الواير. فلو اوف الكترونز، فلو اوف الكتريك نيجاتيف تشارج. حركته فين يا مستر؟ قال لي في الواير، في الكوندكتنج ماتيريال. في الكوندكتنج ماتيريال يعني في الاجزاء او في الماتيريالز اللي بتوصل كهرباء. يبقى الديفاين انا وصلت له، جبت لك من اول ما كنت اتوم وفيها نيوكلاس وحوالين مني الكترونز، ويا رب تكون وصلت المعلومه. فيما بعد الراجل بيتكلم معايا ان الالكتريك كارنت ليه 3 بروبرتيز. اول بروبرتيز للالكتريك كارنت حاجه اسمها الكتريك كارنت انتنسيتي، اللي هي شدة التيار الكهربي، يعني قوة الاندفاع بتاع الشحنات اللي جوه السلك. يعني ايه يا مستر؟ يعني مبدئيا انا السيمبلز بتاعي اي، لو انا معايا واير بهذا السمك وفي كمية شحنات مش كتير، اكيد التتابع وتدفقهم وحركتهم هيكون برضو مش سريع. يعني انت بتاخد درس في مجموعة فيها 200 طالب 300 طالب والباب انفتح، اندفاعهم من الباب قال لي هيكركبوا ورا بعض. ايه اللي عرفك؟ قلت له كتير قوي، كمية كبيرة، فشدة الحركة وشدة الاندفاع هيكون قوي. اذا الاي معتمدة على الكيو، الاي معتمدة على الكيو. مين الاي؟ مين الكيو؟ قال لي الاي كيو تي. الاي الكتريك كارنت انتنسيتي، الاي الكتريك كارنت انتنسيتي، الكيو كوانتيتي اوف تشارج، طبعا التي تايم. اذا الاي بتساوي الكيو على التي. السلك بتاعي يا دكتور لو في كمية شحنات كتيرة 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 كتيرة، هيبقى اندفاعهم جوه السلك برضو كتير. يا راجل رحت تشجع النادي بتاعك في الملعب، يا راجل الجماهير بسم الله ما شاء الله بالالوفات، وهم خارجين وهم داخلين بنقعد نزاحم مع بعض، بيكون في اندفاع قوي. عرفت منين؟ خايف ليه؟ قلت له العدد كبير. يبقى ما تقفلش دماغك، الكيو
موجوده بكميه كبيره، اذا الاي موجوده، يعني العلاقه بيننا مبدئيا كده علاقه دايركتلي. اما الاي والتايم العلاقه انفيرسلي. ده كله ما اتكلمناش على التعريف اللي انا كان نفسي انت تلقطه. الاي انا معتمده على الكيو. الاي معتمده على الكيو. عشان يكون في اي لازم اصلا يكون في كيو. عشان يكون في current intensity اندفاع لازم يكون في شحنات بكميه كبيره. يبقى الديفاين بتاعي بقى what's meant by electric current intensity. قال لي الالكتريك كارنت انتنسيتي انا الكوانتيتي اوف تشارج. انا الكوانتيتي اوف الكتريسيتي زي ما اتفقنا، تشارج الكتريسيتي الكترونز ان كولم. ايه الكولم دي يا مستر؟ قال لي الكولم دي الميجرنج يونت بتاعتي. What's meant by electric current intensity؟ كل الكلام دوت بعد ما هنقوله هنفتح نقراه. انا مفضي السبوره بس اعرف اتكلم فيها معاك واحاول استنتج انا وانت التعريف مش نقراه. What's meant by electric current intensity؟ انا الكوانتيتي اوف تشارج، انا الكوانتيتي اوف الكتريسيتي. براحتك بس اهم حاجه بالكولم. passing through cross section جزء من الكوندكتور. كلمة cross section مقطع جزء in 1 second. الاي كمية الشحنات اللي بالكولم اللي ماشية في كروس سيكشن من الكوندكتور in 1 second. الاي معتمدة على الكيو. في كيو في اي. الاي والكيو العلاقة دايركتلي. الاي والتايم العلاقة انفيرسلي. الكارنت انتنسيتي انا الكوانتيتي اوف الكتريسيتي ان كولم. انا كمية الكهرباء اللي باسنج ثرو الكروس سيكشن اوف كوندكتور ان 1 سكند. قلت له تمام. لعبتنا بقى الاي يا مستر ايكوال الكيو يا مستر اوفر التي. الاي بالامبر، الكيو بالكولم، التي سكند. هنقفل كده على بعض عشان الجو ساقعه ونعمل تعريف. هنعمل تعريف الامبر الاول كده انا قلت معاك، وهنقرا كمان شويه صغيرين كده الالكتريك كارنت، وخدنا الالكتريك كارنت انتنسيتي، وبنتكلم مع بعض دلوقتي في الامبر، وهنتكلم مع بعض كمان في الكولم، ونبقى نفتح نقراهم قبل ما نكمل الكلام. يا رب يا مؤسس. يا امبير قال لي خد بالك احنا بنعمل ديفاين لواحد امبير، يعني عايز ريزلت ديفايدد يطلع ب1، فبشتغل سمبليفاي هنا 1 وهنا 1 بالراحه خالص كده. الامبر دي يونت. الامبر دي هي اللي بتعرفني انا بتكلم على انهي فيزيكال كوانتيتي، لان انا واخد الترم الاولاني يا اولاد السكالر والفيكتور يا اولاد لازم يكون معاك يونت. من غير اليونت انا مش هعرف انت بتتكلم عن مين. يعني الامبر دي عباره عن الماجنتيود اللي معبر عن الكارنت انتنسيتي، القيمه المعبره. يا امبر قال لي انا الالكتريك كارنت انتنسيتي، انا شده الكهرباء. لما اقول لك ان الامبر 2 يبقى شده الكهرباء هنا 2، الامبر 10 يبقى قوه الكهرباء هنا 10، يبقى انا قوه الكهرباء. اللي في الواير. What's meant by امبر؟ قال لي انا معبر عن الكارنت انتنسيتي.
وكلمة current intensity لابد ان يجي وراها على طول كلمة throw متحركة. كلمة throw متحركة، ما هو الكهرباء ماشية مش واقفة. ما هو الكهرباء لو وقفت اليونت خلصت. احنا بنتكلم على فلو تتابع. لو الكهرباء ستوب كل الدرس دوت بقى خلاص مش بقى موجود. ما هو لو الكهرباء انقطعت مش هنصور، فمش هنذاكر. الامبر انا الالكتريك كارنت انتنستي باسنج ثرو كوندكتور. انا الالكتريك كارنت انتنستي ان كوندكتور، بس بشرط احنا قلنا مش هينفع يبقى ليها وجود الا لو في كوانتيتي اوف الكتريستي مقدارها 1 كولم، عشان انا عايز 1 امبير ماشيه خلال وقت معين اللي هو كان يا مستر الوقت. قال لي 1 سكند. ايه بقى البطيخه اللي انت عملتها دي؟ بالراحه يا فندم. واتس مينت باي امبر؟ انا الكارنت انتنستي ان الواير in the circuit. كلمة واير، كلمة سيركويت، كلمة كوندكتور، كروس سيكشن، دي كلها كلمات معناها سلك، دائرة كهربية، موصل. تشيل مين تحط مين مش ده الموضوع. يبقى الامبر انا الكارنت انتنستي in the wire when quantity of electricity of 1 coulomb passing through a cross section of conductor in a time of 1 second. الامبر حركه قدام منك. الامبر كان current intensity اللي passing through الواير بشرط ان يكون في quantity of electricity of 1 coulomb passing through the cross section of the conductor in time of 1 second. نخش على الكولم وبعد كده نقراهم بقى. نعمل واحده جديده بقى للكولم. ادي الاي ايكوال الكيو على التي، وهنا الامبر، وهنا الكولم، وهنا التايم. ده هو السكند يعني. قفلنا اهو. انا هعمل ديفاين للكولم. يا كولم قال لي انا الشحنات. ايه كولم دي؟ قلت له انا كميه الشحنات، انا الكوانتيتي اوف تشارج. وبما انها شحنات ماشيه ولا واقفه؟ قلت لهم احنا اتفقنا بقى يا مستر طالما شحنات وكده يبقى متحركه. يبقى الكولم انا الكوانتيتي اوف تشارج فلو متحركه باي انتنستي باندفاع 1 امبر through a time of 1 second. What meant by column؟ قال لي الكولم انا الكوانتيتي اوف تشارج اللي passing through، اللي passing by intensity 1 امبر through a time of 1 second. دول 4 تعريفات. احنا كده بنتكلم على الكارنت انتنستي. قبل ما نطلع من الصفحه، الكارنت انتنستي measured by devices called ammeter. السيمبلز بتاعه ايه؟ يبقى انت كل وظيفتك يا اميتر ان انت داخل تحسب الالكتريك كارنت انتنستي. بتوصل ازاي يا مستر؟ قال لي بتوصل سيريس. قلت له يعني ايه سيريس؟ قال لي يعني بيننا وبين بعض indirect، يعني بطريقه غير مباشره. يعني ايه؟ قلت له يعني ادي الدراي سيل، انا الطويل بتاعي بوزيتيف والقصير بتاعي نيجاتيف، وادي الاميتر اهو يا دكتور. انا عايز يا دكتور ده يتوصل بده بس مش دايركت، يعني يكون في لامب. عايز ده يتوصل بده مش دايركت يا مستر، يكون في كي. طب ينفع واحد واحده لا؟ يعني ينفع كده يا مستر؟
ينفع كده يا مستر. مستر ده هو كده لازق فيها على طول. ايوه يا فندم، بس الناحيه الثانيه لا. اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه ان هو ما يتوصلش كده. لو اتوصل كده كده دايركت، كده دايركت it will be damage. it will be damage. اتدمر، باظ. البورد فيها كل متعلقات الكارنت انتنستي. البيج دي كده باللي فاتوا انا بتكلم على الكارنت انتنستي. طبعا في حته كده برضو في الكتاب عندك عامل كذا ريليشن ما بين الاي وما بين الكيو وما بين التي. احنا بنقول للطلبه بتوعتنا زود حاجه قلل حاجه، بقول لك اعمل سنس وتعامل معاه. بمعنى ايه؟ انا هفترض ان دي مثلا 4 ودي ب 2 وبالتالي 4 على الاثنين انا هطلع ب 2. دي قيم كده سنس. يجي في الامتحان بقى زي ما هنبقى نحل ان شاء الله تعالى يعني يقول لك انا زودت الدبل، انا قليت الهاف. ماشي حاضر، اعمل بالسنس اللي عندك وشوف رد فعل الاجابه ايه وتعامل. تعال نشوف احنا خدنا ايه. طبعا انا كمقدمه كده electricity play important role in our daily life in which light up البالبز. محتاجة عشان خاطر القراية ومحتاجة عشان خاطر أعمل الأكل. دخلنا على الإلكتريك كارنت. الإلكتريك كارنت أنا flow of electric negative charge زي ما اتفقنا، اللي ممكن أبدلها وأخليها إلكترونز. ليه كده؟ عطل فني. الالكتريك كارنت flow of electric negative charge through conductor. احنا كنا شرحنا وانا قلت لك هقرا معاك بسرعه كده. ماشي. electric current انا الفلو of electric negative charge اللي هي الالكترونز through conductor، والالكتريك كارنت از جنريتد بيتولد بعد كده بقى في الالكتريك باور ستيشن وبيتحرك من هناك لحدنا في بيوتنا عن طريق الاسلاك. عندك 3 فيزيكال بروبرتيز. عندك بروبرتيز كارنت انتنسيتي وبوتنشال ديفرنس وريزيستنس. المفروض ان احنا اتكلمنا على دي. كارنت انتنسيتي قال لك الكارنت انتنسيتي، يا رب اكون مركز فيها. الكارنت انتنسيتي انا الفلو كارنت انتنسيتي، قال لي انا الكوانتيتي اوف الكتريك تشارج flowing through cross section of conductor in 1 second. الكارنت انتنسيتي اختصارها اي، والاي بتساوي الكيو على التي. الاي بتساوي الكيو على التي التريانجل بتاعك. ادي الاي وادي الكيو وادي التي. تهيألي انها مباشره جدا، انا بس بقرهم لك يعني. الالكتريك كارنت انتنسيتي الميجرنج يونت بتاعتك امبر، والكوانتيتي اوف الكتريستي بالكولم، والتايم بالسكند. انا بعمل معاك ريفريش. مين الامبر اللي انت قلته لنا يا مستر من شويه؟ قال لي انا الالكتريك كارنت انتنسيتي اللي باسنج ثرو ذا سيركويت. لو التشارج بتاعتك ب 1 كولم باسنج ثرو كروس سكشن في التايم اللي هو ب 1 سكند، وعملت معاك ديفاين الكولم قلت لك ان هو التشارج متحركه بكارنت انتنسيتي 1 امبر ان 1 سكند. الكتريك كارنت انتنسيتي الجهاز بتاعه اهو يا فندم، الميجرنج بتاعته الكتريك كارنت انتنسيتي بقيسه بالاميتر. انا يهمني اللي شرحته لك، انا بجيب لك اي حاجه نقراها مع بعض بس انت كده كده بتذاكر من كتابك. الاميتر ده الابريتس اللي بقيس بيه الالكتريك كارنت انتنسيتي، والسيمبلز بتاعه طبعا حرف الاي زي ما احنا اتفقنا، ولازم يكون متوصل بطريقه السيريس اللي هي طريقه ما تكونش دايركت. تعال عشان ما نضيعش وقت نشوف الصفه الجديده. الصفه الثانيه اللي هي بوتنشال ديفرنس. بالراحه كده،
احنا خدنا الالكتريك كارنت انتنسيتي، داخل اخد البوتنشال ديفرنس. قال لي بس قبل ما اخد البوتنشال ديفرنس حابب افكرك بحاجه. عندي حاجه اسمها الكتريك بوتنشال، الحاله الكهربيه. ايه الحاله الكهربيه ده يا مستر؟ قال لي مش احنا خدنا زمان في اولى اعدادي ان لو في جسم عنده 100 ديجري سيليزيوس وجسم تاني عنده 70 ديجري سيليزيوس، ان الهوت هو اللي هيدي الكولد؟ قلت له الحد الهاي في التمبريتشر هو اللي كان بيدي الحد اللو في التمبريتشر. قلت له هنا نفس الكلام. لو معاك اتنين كوندكتور لازم الاول اتعرف على الحاله الكهربيه بتاعتهم. لازم الاول اعرف انت كام فولت وانت كام فولت، وساعتها ابدا احكم مين فيكم هيدي التاني، مين فيكم هياخد، مين فيكم هيدي. طبعا لما يتوصلوا يبقى اولا كان لابد من التعرف على الالكتريك ستيت، قلت له اسمها الكتريك بوتنشال. يبقى واتس مينت باي الكتريك بوتنشال؟ قال لي انا الالكتريك ستيت اوف كوندكتور. انا الالكتريك ستيت اوف كوندكتور، انا الحاله بتاعت الكهربيه اللي جواه. شو انا اللي هبين لك الدايركشن اوف ترانسفير اوف تشارج، انا اللي هبين اتجاه حركه الشحنات from or to conductor. طبعا هو it connected with another conductor. يا ابني انا بكتبه لك والله مش عايز اقراه لك. الالكتريك بوتنشال انا الالكتريك ستيت اوف كوندكتور، انا حالتك الكهربيه، انا اللي هوضح لك اذا كنت هديله ولا هاخد منه لو connected with another conductor. يبقى what's meant by، نقراه كده مع بعض، نقوله مع بعض. انا الالكتريك ستيت اوف كوندكتور that show، انا الالكتريك ستيت اوف كوندكتور that show direction of charge from or to it when it connected with another conductor. انا الالكتريك ستيت اوف كوندكتور. انت بقى رجع الديفاين واسمعوا مره واثنين وثلاثه. انا الالكتريك ستيت اوف كوندكتور that show transfer of electricity from or to it when it connected with another conductor. طب انا عرفت خلاص يا مستر ان في بينا في فرق يا مستر. خلاص في فرق يا مستر، ظهر بينا بوتنشال ديفرنس، والبوتنشال ديفرنس اختصاره في. طلع حد هاي وليكن 20 وحد لو وليكن مثلا 11 فولت. قلت له بس يبقى الهاي هيدي اللو. طب ولو كانت تو كوندكتورز اصلا من الاول الاثنين ايكوال، يعني نو ديفرنس، قلت له نو كارنت باسنج بتوين ذيم، يبقى وات هابن؟ لو احنا الاثنين قد بعض في البوتنشال، لا انت هتديني ولا انا هديك، كل واحد في حاله. انما لو في بينا فرق، قلت له بقى انا الكبير في الشحنات، هديك شحنات، يبقى هعمل مجهود وانقل لك الشحنات. عشان كده يا مستر البوتنشال ديفرنس قايل كده value of work done، شغل يا مستر، مجهود هيتعمل to transfer charge، شحنات اللي هي بالكولم، between two poles وفي الكوندكتور، يعني من طرف لطرف. يبقى what's meant by potential difference؟ اسمي potential difference واختصاري V. اسمي potential difference. أنا لو موجود فرق أنا هبذل work عشان أعمل Q وأنقلها، هبذل work عشان أشيل quantity of charge. يبقى البداية أنا كان عندي electric potential، رحت اتعرفت على الحالة بتاعتك، ولما اتعرفت على الحالة بتاعتك وبقى في بيني وبينك فرق، رحت رايح بقى شايل الشحنات من مكان موديها لمكان التاني.
من بولز تو انذر بولز، من تيرمينالز لانذر تيرمينالز، من طرف لطرف، من اند لاند. وعملنا القانون. انا الفاليو اوف ذا ورك دان تو ترانسفير الشحنات from point to another point. فعملنا القانون، والقانون بيقول ال V بالفولت، وال W جول لمهم لك دلوقتي، والكيو كولمز. عايز اعمل ديفاين الفولت يا مستر عشان حفلة التعريفات تكمل. الفولت انا البوتنشال ديفرنس، وكلمة بوتنشال ديفرنس مباشرة لازم وراها يجي بتوين، لأن كلمة بوتنشال ديفرنس الفرق بين أنا البوتنشال ديفرنس بين تو تيرمينالز. كلمة تيرمينالز أطراف، طرفين. What means by volt؟ قلت له أنا البوتنشال ديفرنس بين تو تيرمينالز أوف كوندكتور. أنا الفرق to doing work of 1 joule to transfer quantity of a charge of 1 coulomb. أنا potential difference. أنا potential difference between two terminals of conductor. أنا potential difference between two terminals of conductor. قال لي to doing work. هعمل شغل بقى مستر of 1 joule to transfer quantity of charge of 1 coulomb. بص كده، لما نحب نلم القوانين، قبل ما نلم القوانين، انت اتكلمت دلوقتي مثلا على الاي اللي هي الكارنت انتنسيتي، ورحت عامل تريانجل وقايل فيه ان الاي ايكوال الكيو على التي، وقلت ان الاي دي يا مستر عشان بنقيسها بجهاز اسمه اميتر اللي بتوصل سيريس يا مستر. قلت له تمام. بعدين دخلنا يا مستر على الفي اللي هي البوتنشال ديفرنس، وراح عامل قانون يا مستر ما بين الفي وما بين الدبليو ما بين الكيو. الفي بوتنشال ديفرنس، والكيو كوانتيتي اوف الكتريستي، والدبليو وورك. مستر انت ما قلتش الجهاز هنا يا مستر. حاضر يا فندم. الجهاز بتاعي اسمه فولت ميتر. وبتوصل باراليل. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني بتوصل دايركت. مش تخاف، بتوصل دايركت. يا بتوصل دايركت مع الحجاره، هيقيس حاجه معينه اسمها اي ام اف، يا بتوصل دايركت مع اللامب مثلا. لسه هنتكلم في الموضوع دوت، ويقيس البوتنشال ديفرنس. ايه الاي ام اف اللي يا مستر؟ حاضر، مش المره دي. قلت له ده كده ملخص اللي احنا قلناه. تعال نلم القانونين دول مع بعض كده، واقول لك على حاجه جميله. شايف القانون ده؟ ادي الدبليو وادي الفي وادي الكيو. قلت له اه. قال لي شايف الكيو بقى دي؟ ما هو الكيو معاهم، يعني هيدمج الاثنين مع بعض يا فندم. يعني هيديك مساله من هنا لهنا يا فندم. يعني لو اداك الاي والتي انا هضربهم في بعض، اصبح معايا الكيو، ولو معايا ساعتها الفي هقدر اجيب الدبليو، والعكس صحيح. عايز اخد بالي من شويه حاجات بقى. ان الاي بالامبر. شويه ملاحظات. والامبر يعتبر كولم بير سكند. يعني انا كده اقدر اعمل كده، اشيل ده كده دلوقتي واكتب كده. الامبر ممكن يبقى كولم بير سكند. الكولم نفسه
انا كولم، اقصد التشارج يعني، او ممكن تبقى امبر دوت سكند. ركز بالله عليك. طب ما هنا الدبليو بالجول ودي فولت، يعني كولم ممكن كمان يبقى جول اوفر فولت. شوف في كام حاجه ايكيوفالنت للكولم، اقعد طلعهم من بعض. مش تستنى الفاست فود، مش تستنى الورقه اللي هيكونوا متجمعين لك فيها، انت اللي تعملها. كيو بالكولم ممكن تبقى امبر دوت سكند. طب والامبر ممكن يبقى كولم بير سكند. طب ما الفولت ممكن يبقى جول بير كولم. الفولت ممكن يبقى جول بير كولم. قلت له تمام، انا كده خدت معاك الكارنت انتنستي وخدت معاك الفولت اللي هو البوتنشال ديفرنس. قبل ما نطلع من البوتنشال ديفرنس بقى عشان يخلص خالص لوحده، عندي حاجه اسمها اي ام اف. الاي ام اف انا الالكترو موتيف فورس، انا القوه الدافعه يا مستر. قلت له مش فاهم. قال لي يا مستر انا الاي ام اف، قال لي انا البوتنشال difference between two poles of battery، بس بشرط when circuit is open. يعني ايه؟ يعني no current. واحدة واحدة. ادي الحجارة وهحط معاها الجهاز بتاعي اللي هو الفولت ميتر. كده دي مش دايرة كهربية يا دكتور، دي دراي سيل بس، دراي سيل بس. دي يا دكتور دراي سيل بس، حجارة. وانا داخل اعرف الحجارة دي جهدها قد ايه عشان اتعرف على قيمتها وابدا استخدمها مع الجهاز واشوف هي مناسبة للجهاز ولا لا. فلو الفولت ميتر بتاعك هيتوصل بالدراي سيل ونو كارنت، انت كده بتقيس اي ام اف، قوه دفعه كهربيه. عشان كده كنت بقول ان انا هقيس حاجه اسمها اي ام اف وحاجه اسمها بوتنشال ديفرنس. البوتنشال ديفرنس انا عايز دايره كهربيه، عايز حجاره، عايز لامب، وعايز يكون مثلا كي، او مش مهم الكي، المهم عايز دراي سيل وعايز لامب عشان اقول عليها الكتريك سيركويت. انما دي مش دايره كهربيه، دي حجاره وبشوف هي الفولت اللي فيها قد ايه، هتنفع اشغلها مع الكاسيت ده ولا لا، قويه ولا ضعيفه. الاي ام اف هي والبوتنشال ديفرنس بيتقاسوا بنفس الجهاز. الاي ام اف هي والبوتنشال ديفرنس وهي بتقاسوا بنفس الجهاز. يعني لما نيجي نتكلم يا دكتور والنبي عشان خاطري، لما نيجي نتكلم على الفولت ميتر ده بروحين هيقيس والسيركويت اوبن نو كارنت، يعني ساعتها بيقيس حاجه اسمها اي ام اف. وبيقيس وانا كلوزد في كارنت، في تيار كهربي، ساعتها بيقيس حاجه اسمها بوتنشال ديفرنس. والاتنين بيتقاسوا بالفولت. ده عايز دايره كهربيه يا بيه، عايز دايره كهربيه ويكون مثلا معاك لامب مثلا ومقفوله الدايره الكهربيه وفي كهرباء ماشيه. دي لندا انا بقيس لها الفولت بتاعها. انما هنا انا عايز حجاره وعايز الفولت ميتر بس. طب لو هحط معاك لندا والسيركت اوبن فتحت الدايره الكهربيه، open no current path.
يبقى انت واخد جهازين، جهاز اسمه اميتر وجهاز اسمه فولت ميتر. جهاز الاميتر انا هقيس بيه كارنت انتنستي، جهاز الفولت ميتر انا بقيس بيه حاجتين. جهاز الفولت ميتر انا بقيس بيه حاجتين، بقيس بيه بوتنشال ديفرنس ده لو في كهرباء، اقيس بيه اي ام اف لو مفيش كهرباء. يبقى انا كده معايا جهازين، جهاز اسمه اميتر وجهاز اسمه فولت ميتر. الاميتر بيقيس كارنت انتنستي، يعني لازم يكون في اصلا كهرباء. انما الفولت ميتر في كهرباء، هيقيس بوتنشال ديفرنس. مفيش كهرباء، هيعبر عن قوة الحجارة اللي موجودة بس باسم اي ام اف. يبقى عندك جهازين في الموضوع لحد دلوقتي، اميتر وفولت ميتر. الاميتر انا عايز الكتريك كارنت انتنستي، يبقى لازم يكون في باسنج للكهرباء. الفولت ميتر في كهرباء يا ابن الناس، انا هقيس بوتنشال ديفرنس. مفيش كهرباء يا ابن الناس، انا هقيس اي ام اف، والقيمتين بيكونوا بالفولت. تمام يا دكاتره؟ ده جزء مع الجزء اللي احنا قلناه في الاول اللي هو الحل. يا رب بالتوفيق ورمضان كريم.